ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قصتنا النهاردة من القصص الواقعية. قبل ما نبدأ قصتنا ما تنسوش تحطوا اللايك، سبسكرايب للقناة، شيروا الفيديوهات مع اصدقائكم وحبايبكم عشان قناتكم تكبر بيكم. قصتنا بتقول: انا اللي اتجوزت مرات اخويا عشان اربي ولاده، وهقول لكم حكايتي معاها واللي حصل بالظبط ما بينا من يوم الفرح. كلام كبير جدا وكلام كتير، عايزكم تسمعوه وتركزوا معايا فيه. احب اعرفكم بنفسي. انا شاب جميل جدا، اسمي حمادة، عندي 29 سنة. خلصت الجامعة بتاعتي وقضيت الجيش بتاعي كمان. من أسرة بسيطة بس محترمة وعارفة الأصول كويس. من وانا شاب قبل ما اخلص كليتي وقبل ما يعني اخلص الجيش وكده، كنت حاسس كده ان انا حظي قليل وان انا مفيش حاجة بتكملي. لو دخلت قصة حب ما بتكملش، لو حبيت واحدة بيحصل انفصال من غير سبب، من غير اسباب معروفة. وحتى لما كنت بتقدم لأي عروسة، سبحان الله الموضوع كان ما بيكملش. اجي اوصل للاتفاق ونقروا الفاتحة وخلاص نجيب الشبكة، الاقيهم بعتلي الحاجة ويقولوا لي كل شيء نصيب، ومن غير اي اسباب معروفة. لدرجة ان انا بقيت خايف وشاكك في نفسي. قلت هو انا اكيد معمول لي حاجة او حد اذيني او حد عامل لي حاجة، لاني فضلت اتقدم لناس كتير لحد ما وصلت لسن 29 سنة وانا على الوضع ده. كل ما اتقدم لواحدة اترفض، يا اما الموضوع ما يكملش. كان عندي اخ اكبر مني، كان من هو مولود عنده مرض مزمن، عيب خلقي يعني. ولما كبر وخلص الجامعة عملنا له عملية جراحية، والدكتور كان قايل لأهلي حاولوا يعني ان انتوا تخلوه يتجنب العصبية والزعل واي انفعال واي حاجة ممكن تعصبه وتشد اعصابه، لان قلبه ضعيف ومش هيستحمل اي زعل او اي تعب. وطبعا اتمنع من الجواز، وطبعا عشان هو الكبير، دي حاجة زعلت ماما جدا وزعلت بابايا جدا، لان احنا ولدين بس وملناش اي اخوات بنات، ولا لينا غير ماما يعتبروا بابا. ماما طبعا لما سمعت الكلام ده نفسيتها اتدمرت وبقت وحشة جدا، وصعب عليها ابنها ان هي نفسها تفرح بيه وتشوف ولاده زي اي ام يعني. وطبعا حالتنا المادية يعني كانت كويسة جدا، واخويا كان احلى مني كمان، كان جميل جدا، كان زي ما بيقولوا كده زينة شباب العيلة بتاعتنا. بس هو كان واخد اعفاء من الجيش عشان حالته الصحية اللي انا لسه حكيلكوا عليها دلوقتي. ولما اخد الاعفاء من الجيش عشان حالته اللي انا لسه قايل لكم عليها دلوقتي، ماما بصراحة ما حبتش خالص ان هي يعني تقعده جنبها وتتفرج عليه بمعنى اصح او تتقهر عليه اكتر من كده. قررت ان هي تجوزه، وقالت يعني ان شاء الله مش هيحصل حاجة او كده. كلام الدكاترة ياما بيهولوا وياما بيقولوا حاجات ما بتبقاش حقيقية يعني. فقررت ان هي تخطب له، وراحت فعلا خطبت له بنت جميلة جدا. بس بصراحة ما قالتش للأهل العروسة دي ولا للبنت على اي ظروف تخص اخويا، ولا ان هو عنده تعب، ولا ان هو عنده مرض مزمن، ولا ان هو مولود بعيب خلقي، ولا اي حاجة. حتى انا اعترضت كتير وقلت لها ازاي ما ينفعش الكلام ده، اخويا محذرين اصلا، الدكاترة محذرين ان هو يتجوز، وان هو حاجة زي كده خطر عليه. اذا كان محذرين ان احنا نبعده عن اي انفعال وعصبية نروح احنا نحطه في جواز، انتي ضامنة يعني ان هو لما يتجوز مثلا ما يحصلش اي مشاكل في بيته، ولا اي تعب، ولا اي زعل، ولا اي حاجة حتى تعصبه؟ طبعا ماما كان كل كلامها سيبها على الله، مش هيحصل له حاجة، الدكاترة قلتلك ياما بيهولوا وبيحصل كلام اكبر من كده بكتير وبيطلع مفيش حاجة في الاخر والكلام ده. وامي كانت من النوع اللي صوتها من دماغها ما بتسمعش كلام حد خالص، واللي بتقرره هو اللي بتعمله. وفعلا نفذت اللي هي عايزاه.
وكانت حجتها ان هي نفسها تشوف له ذرية وتشوف له عيال وتفرح بيه وبعياله والكلام ده. وفعلا خطبت البنت دي. البنت دي بقى كانت مؤدبة جدا وعلى خلق عالي جدا، ومعاها شهادة جامعية كمان ومحترمة فوق ما تتخيلوا. يعني بصراحة كانت كل الصفات اللي أي شاب يتمناها كانت موجودة فيها. المهم أخويا خطبها، وأمي استعجلت بقى في الجواز. حتى أهل العروسة كانوا يعني مش مستعدين ومش جاهزين وناقصهم حاجات كتير. قالت لهم ان هي هتجيب لابنها كل حاجة غالية واحلى حاجة هتجيبها له، واللي انتوا ما تقدروش عليه هي هتكمله. يعني ماما كانت شارية الجوازة دي بأي شكل ومستعجلة عليها بأي شكل. المهم كانت عايزة تجوزه وتفرح بيه على قد ما تقدر، وتقرب وقت الجواز على قد ما تقدر برضه. امي بقى بدأت تجهز في تجهيزات الجواز والفرح والكلام ده، وجابت له كل الحاجات اللي ناقصاه والاجهزه والكلام ده كله، وجهزت له هدومه وحاجته وكل حاجه كانت خلاص كامله مكمله. وبدأت كمان ان هي تفرش له الشقه وكل حاجه كانت ماشيه حلو قوي، وشقته كانت جميله قوي. وبرضه على قد ما قدرت جابت للبنت كل اللي هي ناقصها. كل حاجه كانت ناقصه عند البنت لسه ما جابتهاش ماما هي اللي جابتها. وعملوا فرح جميل، وعدوا ايام الفرح، واخويا اتجوز وقعد مع مراته حوالي سنتين. اول سنة في الجواز ما حصلش حمل، كانوا متأخرين في الحمل بس من غير سبب ومش عارفين السبب. بس هو ما كانش مؤثر في حاجة خالص في البيت، لا مع مراته ولا في بيته ولا في اي حاجة. كان دلع وكل حاجة حلوة كان بيعملها مظبوطة يعني. وحياتهم كانت حلوة قوي. وانا طبعا كأخوه كنت فرحان قوي ان اخويا كده، وان ربنا عوضه، وان عاش حياته الطبيعية ان هو زي اي شاب يتجوز ويعيش حياته. هو كان من نص دينه. فرحت جدا عشانه، رغم ان هو عاش معاناة كبيرة جدا من اول ما اتولد في المرض وفي الكلام ده كله. بس فرحت جدا ان هو اخيرا هيعيش حياة طبيعية زي اي حد في سنه. اخويا برضو عاش سنين تعب كتيرة جدا، وبرغم تعبه ده كان قلبي بيوجعني عليه. اخويا لو مثلا في البيت وبنرفع مثلا كرسيين مع بعض انا وهو، بيفضل ينهك كده وضربات قلبه بتبقى سريعة جدا، ويقعد يقولي سامع قلبي، بص انا حاسس ان قلبي بيترج مني. لدرجة ان هو كان من كتر تعبه كان بيبقى يا حبيبي مش قادر يطلع ولا ينزل ولا يروح ولا يجي. فاخيرا بقى عاش حياته واتجوز. انا كنت فرحان ليه قوي، وان ربنا الحمد لله يعني عدى اول فترة في الجواز دي على خير وما حصلش اي حاجة من حاجات التعب اللي كان ممكن تحصل زي ما الدكاترة قالوا يعني، وزي ما هما وضحوا ان هو ملوش جواز عشان التعب وكده. وقلت خلاص بقى الحمد لله ان ربنا سترها معاه، يمكن ربنا يرزقه بذرية صالحة بعد سنة بعد 2 من جوازهم، ويعيش حياته كويس ويبقى مبسوط اكتر. لحد ما عدى حوالي سنتين على جوازهم. هو اتفاجئنا واحنا قاعدين عند ماما تحت انا وامي قاعدين، اتفاجئنا ان مرات اخويا نازله وفرحانه قوي وعماله تتنطط، ومن كتر ما هي فرحانه يعني كانت الفرحه هتنط من وشها، وبتقول لمامتي افرحي لي يا ماما افرحي لي، انا حامل، انا جبت شريط الحمل وعملت الاختبار وطلعت فعلا حامل. ادعي بقى ان ربنا يكمل لي على خير. طبعا ماما مش قادره اوصف لكم في اللحظه دي ماما كانت عامله ازاي، فرحتها كانت قد ايه. بقت عماله تزغرط ومش قادره تمسك نفسها من كتر الفرح ان اخيرا ابنها اللي هي نفسها كانت تفرح بيه وشاف معاناه وشاف حاجات كتيره وحشه في حياته اخيرا هيبقى له ذريه او هيبقى له ابن او بنت. فكانت طبعا فرحانه جدا. وراحت قالت لمرات اخويا ما تعمليش اي حاجه بقى، ما تتعبيش نفسك خالص، احنا عايزين بس ربنا يكملك على خير ونشوف البيبي ده على خير، احنا متشوقين قوي نشوف عيل منكم يعني. وفعلا في الوقت ده مرات اخويا ماما كانت مدلعاها جدا، وكانت مش بتخليها تعمل اي حاجه. لحد ما مرات اخويا وصلت الشهر الثالث وراحت تعمل سونار، الدكاتره قالوا لها ان اللي في بطنك 2 توأم، بس مش باينين يعني اذا كانوا بنتين ولا ولدين ولا بنت وولد، مش باين اي حاجه، لان هي طبعا في الشهر الثالث ما بيبانش اي حاجه في الحاجات دي. لحد برضو ما وصلت للشهر السادس
وبعدها عرفنا ان هي مرات اخويا كانت حامل في بنت وولد. طبعا فرحنا قوي، وبقيت ماما مش قادرة تقف على الارض من كتر فرحتها، لانها كانت يعني ده حلم من ضمن احلامها او اكبر حلم ليها في حياتها، ان هي تشوف عيال اخويا دوت. فضلت ماما بقى في الفترة دي تطلع صدقات كتير وتطلع حاجات لله، بفرحة ان هي فرحت باخويا ان هو الحمد لله قدر ان هو يتجوز، وقدر ان هو يعني ربنا يكرمه ويبقى عنده ذرية وعنده طفل وكده. بس للأسف يا فرحة ما تكملش. اخويا في الفترة ديت لما من كتر فرحته بمراته ان هي حامل وفي توأم كمان والاحساس الجميل اللي هو كان حاسه، وان هو اخيرا هيبقى اب، وان هو اخيرا هيعيش حياة طبيعية وحياة كويسة، من كتر الفرحة دي للأسف قلبه وجعه جامد، ونقلناه العناية المركزة في الوقت ده. وللأسف أول ما نقلناه تعب جدا وجاله مضاعفات شديدة قوي، وقعد في العناية المركزة حوالي 4 شهور وهو على أجهزة بتاعة الأكسجين. لكم أن تتخيلوا قعد 4 شهور في المستشفى للأسف. وبعد 4 شهور كان عندنا أمل كبير جدا إن أخويا يطلع ويربي عياله ونفرح بعياله مع بعض. بس للأسف بعد 4 شهور بالظبط أخويا توفى، وساب مراته حامل في 7 شهور. ساعتها ماما زعلت قوي، وكان صعبان عليها مرات ابنها اللي اترملت وهي صغيرة، اللي تعتبر اللي في سنها عندها، يعني هي كان عندها 25 سنة في الوقت ده، اللي زيها كان لسه ما اتجوزش او لسه حتى ما اتخطبش. بقت صعبانة على ماما جدا ان هي اترملت وهي حامل كمان، هو في ولد وبنت، وجوزها ملحقش يفرح بالعيال. فماما كانت زعلانة عليها جدا ومصدومة من اللي حصل لها، وفي نفس الوقت قلبها وجعها على ابنها اللي هو كان نفسه يشوفهم ونفسه يعيش حياة كويسة وحياة مع عياله، وكان نفسه يعيش حياة طبيعية. بس طبعا ده قضاء ربنا، وقضاء وكل حاجة بتاعة ربنا. كنا متوقعين ان حاجة زي دي هتحصل في يوم من الايام، بس ما كناش متوقعين يعني ان هي تبقى بسرعة قوي كده بعد جوازه. بس ماما بقى بقت تقول إيه اللي خلف ما ماتش، كفاية ان ربنا يكمل حمل مراته على خير ويبقى معانا منه ذرية، دايما تفكرنا بيه. ودايما امي كانت تقول يا رب ما اموت الا لما اشوف ذريته، وبقت تدعي لها ان ربنا يقومها بالسلامة ويكمل لها حملها على خير. وانا هعمل كل حاجة مرات اخويا تطلبها بصراحة، وكنت مقرر بيني وبين نفسي ان انا هقف معاها كأخ وهشيل كل حاجة، ومش هحسسها ابدا ان جوزها توفى. وطبعا هنا مرات اخويا كانت الصدمة كبيرة قوي بالنسبة لها لما عرفت ان اخويا كان تعبان بكل ده. لقيتها بتقول لماما هو انا جوزي كان تعبان قبل كده، او كان بيشتكي من حاجة تعباه او حاجة في القلب؟ ماما قالت لها بصراحة يا بنتي، هو مولود وعنده عيب خلقي، وعملنا له عملية من وهو صغير، ولما وصل 20 سنة عمل عملية تانية. وبصراحة كده الدكتور كان منبه علينا ان هو يبعد عن اي انفعال او زعل او اي حاجة فيها ضغوط نفسية يعني. وكمان قال لنا ان الافضل ان هو ما يتجوزش، لو انتم يعني حابين ان هو يعيش في سلام ابعدوه عن اي انفعال وعن اي جواز. بس انتي عارفة يا بنتي، قلبي زي قلب اي ام نفسها تفرح بابنها وتشوف عياله. ما تزعليش مني، سامحيني، والله ما كان قصدي ان انا غشك، بس انا كنت فرحانة وربنا اللي يعلم ان انا كانت نيتي خير. وهو دي ربنا الحمد لله عوضنا واراد ان يبقى فيه اطفال منه. ومش عايزاكي تشيلي هم اي حاجة، انا معاكي وهبقى معاكي في كل حاجة، وهساعدك في تربيتهم وهعملك كل حاجة. كل حاجة ابني لو كان موجود كان هيعملها، انا كنت هعملها. مرات اخويا ساعتها ردت عليها وقالت لها الجواز نصيب والعمر بايد ربنا، ولو كان ابنك ما عندوش تعب او اي حاجة وربنا كاتب ان هو يتوفى في الوقت ده كان فعلا هيتوفى. وقعدت تقول لها يا ماما ابنك دوت احلى هدية انتي قدمتيها ليا، انا حبيته جدا وتعلقت بيه، والحمد لله ان ربنا عوضني منه بذرية، وان انا اشوف بنتي او ابني منه. هو انا مش عايزة اي حاجة غير ان انا اربي عيالي على قد محبتي ليه،
على قد ما نفسي اشوف عيالي زي ما شفته بالظبط كده، كويس ومؤدب ومحترم، لان هو فعلا كان كريم في كل حاجة، في مشاعره واخلاقه، كل حاجة كانت فيه حلوة. ورد مرات اخويا دوت بصراحة صدمني، يعني انا فكرتها ان هي مثلا هتتعارك مع امي او تزعق او اي حاجة، لقيت ردها اثبت لي ان هي محترمة جدا جدا وبنت اصول بجد. ما توقعتش ان انا اسمع منها الرد ده خالص، وان هي مثلا هتزعل وتقول ان انتوا ضحكتوا عليا وغشتوني والكلام ده. لقيتها ما قالتش كده خالص، وكانت راضية بقضاء ربنا. ولما مرات اخويا كملت ال9 شهور، امي جابت ذبيحة كبيرة وطلعتها كلها لله، واكلت كل الناس الغلابة والحبايب والاهل والجيران، وكل اللي حبايبنا اكلوا من الذبيحة دي. ولما مرات اخويا ولدت، امي بقى راحت عاملة كمان عقيقة، وبقت امي من كتر فرحتها محتارة تعمل ايه ولا ايه. ولقيت ماما بتقول انت دلوقتي مفيش غيرك، انت وولاد اخوك. ولقيت ماما قالت لي بص يا ابني، انت دلوقتي انا ما عنديش غيرك، انت وعيال اخوك، انا هكتب الورث ما بينكم انتوا التلاتة. قلت لها يا ماما اعملي اللي انت عايزاه. وطبعا ماما كانت محتارة تعمل ايه ولا ايه، لان احنا كنا مبسوطين مبسوطين جدا كمان، وكان عندنا ارض وعندنا عمارات، يعني الحمد لله امكانياتنا كانت فوق المتوسطة بكتير. فقلت لها يا ماما اعملي اللي انت شايفاه واللي انت عايزاه، وده طبعا حق عيال اخويا ان هم ياخدوا حقهم في ابوهم. ووافقت كمان ان هي تكتب لولاد اخويا حقهم. وفعلا لقيت امي حددت التركة بالظبط وحددت الاملاك وكل حاجة، وراحت هي وابويا وكتبوا كل ورث اخويا لولاده، بيع وشراء، وسجلوا كمان عقد. اما انا فانا خدت كل حاجة، يعني كل حاجة هم كتبوها ليا خدتها زي ما هم قالوا لي. بس بقى من ناحية الجواز ومن ناحية كده كنت زي ما انا على وضعي، كل ما اروح اتقدم لعروسة هلاقيها يا اما ترفضني، يا اما بعد ما اتقدم لها واقرا فاتحة الاقيهم يبعتولي حاجتي، يحصل نفس اللي كان بيحصل معايا من زمان. فضلت كده لحد ما ولاد اخويا بقى عندهم في الوقت ده حوالي 4 سنين، وانا في الوقت ده كان وصلت ل35 سنة ولسه ما اتجوزتش، لان نصيبي زي ما قلتلكم كل ما اروح اتقدم لعروسة ترفضني، لدرجة ان انا خلاص قلت ان انا مش مكتوب لي جواز ولا مكتوب لي افرح ولا مكتوب حتى ان انا يبقى عندي عيال. وقررت ان انا قلت خلاص هعيش حياتي بقى زي ما ربنا مقدر لي، هو مش مقدر لي جواز خلاص هعيش كده، هو مش كاتب لي كمان يبقى ليا زوجة ولا ذرية ولا اي حاجة من الحاجات دي. لحد ما في يوم نزلت الشغل، ولقيت صاحبي اللي اصغر مني جاي فرحان وبيقول لي ان مراته ربنا كرمها يعني، والحمد لله بقى عنده ادم. صاحبي ده اصغر مني، بصراحة الموضوع حز في نفسيتي جدا، مش بحقد عليه ولا بحسده ولا اي حاجة، بس صعب عليا نفسي ان انا بقالي سنين كتير حوالي 10 سنين وانا عمال اعافر وادور واتقدم واترفض، اتقدم واترفض. فالموضوع اثر على نفسيتي جامد. باركت لصاحبي واليوم دوت استأذنت من الشغل بدري وروحت، وكنت مروح وانا زعلان جدا ومقهور على حالي. لقيت امي بتقولي مالك في ايه وجاي بدري ليه؟ قلت لها ايه رأيك في اللي انا فيه؟ انا وصلت لسن ال35 واكتر كمان، ولا خطبت ولا اتجوزت ولا فرحت ولا اي حاجة. قعدت تقولي يا ابني نصيبك، هتعمل ايه طيب؟ بعدين بقولك ايه، انا اصلا محضره لك مفاجأة، وسبحان الله كويس ان انت جيت بدري، عشان انا كده كده كنت مرتباها في دماغي ان انا هقولها لك النهارده، بس قلت لما تيجي من الشغل واديك جيت بدري يبقى اسمعها بقى مني بدري بدري. قلت لها خير، مفاجأة ايه؟ قالت لي ايه رأيك لو تاخد مرات اخوك تتجوزها، وانت اولى بيها وتبقى معاها ومع ولادها وتربيهم كمان، واديك منك تربي عيال اخوك ومرات اخوك اللي لسه صغيرة دي، وتكمل نص دينك وتعيش حياتك اللي انت ما عشتهاش. ومرات اخوك لسه صغيرة، دي عندها حوالي 27 سنة دلوقتي او داخلة على 28، يعني برضو هي زي حالاتك ملحقتش تفرح ولا لحقت تعيش حياتها، واتظلمت طبعا، واحنا عارفين ان هي اتظلمت.
ساعتها رديت على ماما وقلت لها وهي ايه رأيها في الكلام ده؟ راحت قالت لي بصراحة يا ابني انا لسه ما كلمتهاش في الموضوع، انا قلت افتحك انت الاول واكلمك انت الاول، ولما اشوف ردك هبقى اشوف ردها هي. قلت لها خلاص شوفي ردها يا ماما، مع ان انا متوقع ردها، انا عماله اترفض، هي الوحيده اللي هتوافق عليا يعني؟ قالت لي خلاص يا ابني انا هشوفها. قلت لها وبصراحه يا ماما يعني هي محترمه وجميله وعلى اخلاق، انا اتمنى اساسا ان هي توافق. يعني انتي لما تكلميها كده حاولي تكلميها وتقنعيها كده على قد ما تقدري. قالت لي حاضر يا ابني هشوف اللي انت بتقوله دوت، وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. ماما بقى ما ضيعتش وقت خالص، لان هي كانت مستعجله ان هي تفرح بيا، وفي نفس الوقت عيال ابنها تبقى ضمنهم ان هما في حضنها، لان هي كانت خايفه برضو ان حد يتقدم لها وهي لسه صغيره وتوافق وتتجوز وتبعد عننا يعني وتاخد العيال وتمشي، زي تفكير اي ام في الوقت ده. ماما بقى اتكلمت معاها، واول ما اتكلمت معاها قالت لها يا ماما انا مش عايزه اتجوز، انا قافله موضوع الجواز ده خالص، انا عايزه اربي عيالي وبس، وانا قافله على نفسي الباب ده، انا مش عايزه افتح باب الجواز تاني. ماما قالت لها يا بنتي بس اسمعي الاول واعرفي هو مين، ده عمهم مش حد غريب، وهيعيش معاكي بدل ما تربيهم لوحدك، وهيشيل معاكي المسؤولية او حتى هيشيل عنك المسؤولية كلها، وفي نفس الوقت هتكملي بقية حياتك وتفرحي بشبابك، انتي لسه ملحقتيش تفرحي ولا تتهني ولا اي حاجة. وكمان ابني يعتبر مش غريب عنك، يعني ستر وغطى عليكي. المهم قالت لها يا ماما انا مش عارفة ارد عليكي دلوقتي واقولك ايه. ماما قالت لها بصي فكري كده وخدي ودي مع نفسك، وبصراحة يا بنتي انتي بتصعبي علينا قوي، لا منك اتجوزتي وعشتي حياتك، ولا منك عايشة حياتك ومسؤولية كبيرة عليكي، مسؤولية العيلين، وفي نفس الوقت سنك صغير، حياتك صعبة يعني. مرات اخويا رفضت وقفلت الباب، بس ماما بقى كلمت اهلها واقنعتهم وفرحوا جدا، هم اصلا من قبل ما تقنعهم فرحوا جدا، وجم واتكلموا مع بنتهم اللي هي مرات اخويا، وقالوا لها ان هي نفس كلام امي اللي قالته، ان انتي بتصعبي علينا، ولا منك عشتي واتجوزتي، ولا منك لسه صغيرة، ولا منك اصلا ما اتجوزتيش خالص ولسه زي ما انتي، حياتك متلخبطة يا بنتي، اتجوزيه ووافقي عليه عشان خاطر ولادك، وكمان لما تتجوزيه احنا هنطمن عليكي ان انتي ليكي راجل دلوقتي وليكي سند ويحميكي والكلام ده. ولقيت ماما بعدها بتقول ان هي كلمت اهل مرات اخويا يعني، وحكيت لي كل حاجة بقى اللي انا لسه حكيها لكم دلوقتي، وهم ما عندهمش اي مانع ان انت تتجوزها. وقالوا شوف يعني ظروفك ايه، واحنا هنعمل كل حاجة ونقروا الفاتحة وكده ونكتب الكتاب. قلت لها يعني هي وافقت خلاص يا ماما؟ قالت لي اه وافقت، اهلها اقنعوها وخلاص هي وافقت. قلت لها خلاص يا ماما زي ما انت شايفة، اللي انت شايفاه اعمليه. وجهزنا كل حاجة واجراءات الجواز وكل حاجة تمت، وماما طبعا جهزت مرات اخويا، جابت لها كل الحاجات اللي كانت ناقصاها. ولما اتجوزنا وكتبنا الكتاب واتقفل علينا باب واحد، لقيتها قافله المجال معايا خالص، بتقولي احنا اتجوزنا على ورق وبس، مفيش اي حاجه هتحصل ما بينا. اتصدمت كده من ردها، قلت لها طب ازاي؟ قالت لي انا اتجوزتك عشان خاطر عيالي بس، وعشان خاطر انت تبقى مسؤول عنهم وتعوضهم عن حنان ابوهم اللي هم اتحرموا منه، لكن اي حاجه تانية انا ما عنديش. انا محترمه ذكرى اخوك كويس قوي، ومش عايزه اي حد يدخل مكان اخوك، اخوك عايش في قلبي، وانا مش عايزه اي حد تاني، انا رافضه موضوع الجواز، وانا كنت قافله الباب ده نهائي، انا وافقت عليك عشان خاطر العيال بس، وعشان خاطر انت عمهم، مش اكتر من كده. وقفلت الباب بيني وبينها نهائي، وبقت عامله عازل ما بيني وما بينها، بقعد معاهم طول اليوم وكل حاجه، بس ساعات بنزل ابات مع امي تحت، وساعات بطلع ابات في شقتي فوق اللي انا كنت موضبها ومجهزها على اساس ان انا ابقى اتجوز فيها. وطبعا لما اتجوزت انا عشت معاها في شقتها هي اللي هي شقه اخويا، وفضلنا على الوضع ده حوالي فتره مش كبيره يعني، وفضلنا على كده شويه. ولما ماما عرفت وحكت لها كل حاجه، قالت لي خلاص يا ابني اتجوز،
دور على عروسة واتجوز، انت من حقك يبقى عندك اطفال ومن حقك تعيش حياة طبيعية. هو فعلا ساعتها بدأت ادور على عروسة، لقيت صاحبي بقى رشح لي اخت مراته، ورحت فعلا اتقدمت لها. ولما اتقدمت لها الحمد لله النصيب اتوفق والدنيا بقت تمام، وتعتبر اول عروسة توافق عليا بغض النظر عن مرات اخويا يعني. ووافقت عليا وتمام، وجهزنا اجراءات الجواز وكل حاجة تمت واتجوزنا فعلا. ومرات اخويا زي ما هي بالنسبة لي زي اختي، وبتربي عيال اخويا بس مش اكتر. والعازل اللي كانت عاملاه ما بيني وما بينها لسه موجود، كان لغاية ما اتجوزت، لغاية ما عدى حوالي اسبوع او اسبوعين من جوازي انا ومراتي التانية، وكنا عايشين حياة كويسة جدا زي اي زوجين في الدنيا يعني. بعد حوالي اسبوعين لقيت مرات اخويا بترن عليا في نص الليل، هو بتقولي انزل بسرعة انا عايزاك ضروري. نزلت لها اجري، لقيتها بتقولي الولا سخن وانا مش عارفة اعمل ايه. حطيت ايدي كده على راسه ولقيت الحرارة مش عالية جدا، يعني ما يتخافش عليه، كان ممكن تستنى للصبح او تديله خافض حرارة او اي حاجة. لقيتها بتقولي لا الحرارة مش عادي ان انا اصبر عليها للصبح، دي ممكن تضره وانا ما ينفعش اسكت عليه اكتر من كده. قلت لها طب اديله مسكن، اديله خافض حرارة، اي حاجة لغاية الصبح. لقيتها بتقولي لا وانت وراك ايه يعني، ما يلا بينا نروح نوديه للدكتور. قلت لها ماشي، بس احنا لسه دلوقتي الساعة 3 بالليل، هنروحوا فين؟ قالت لي روح اي مستشفى. وصممت فعلا ان احنا ننزل الوقت ده، وخدناه فعلا الولد ورحنا للدكتور. بس الدكتور كتب شوية ادوية بسيطة وقال ان الموضوع بسيط جدا ما يستاهلش، يعني لو حصل اسهال او سخونية او ترجيع او حاجة من الحاجات دي ان احنا نبقى نرجع للدكتور تاني، لكن الوضع دلوقتي امان يعني مفيش مشكلة. وخدنا الولد فعلا وروحنا وطلعنا على الشقة فوق. لقيتها بتقولي انا عايزاك في كلمتين، قلت لها اتفضلي. قعدت معاها لقيتها بتقولي هو انا برضو مش ليا حقوق عليك زي مراتك التانية؟ قلت لها حقوق ايه؟ حقوق ايه اللي انت ليكي عليا؟ انت ليكي عليا ان انا اسال عليكي وعلى عيالك واكون في ظهرك وسندك في اي حاجه تحتاجيها، غير كده مفيش حاجه تانية. وانت قفلتي بابك في وشي وعملتي بيني وبينك عازل، انت عايزه ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم. لقيتها بتقولي ولاد اخوك دول مش ليهم حقوق عليك؟ انت تعوضهم مكان ابوهم وتعوضهم حنان ابوهم، والمفروض ان انا كمان ابقى زوجتك. ما بقيتش فاهم هي بتقولي كده ليه والكلام ده بتقوله ليه. قلت لها ماشي طيب انا هطلع دلوقتي والصباح رواحي الصبح نتكلم. وفعلا طلعت على شقتي، وتاني يوم نزلت عند امي حكيت لها كل حاجه. قلت لها انا مش فاهم مرات اخويا بتقولي كده ليه، بتقولي كذا كذا كذا، وحكيت لها كل حاجه. لقيت امي بتقولي دي يا ابني غيرة الضراير بدأت، ومرات اخوك عشان بتشوف مراتك هنا لابسه ومتدلعه وعايشه حياتها، فمرات اخوك بدأت تغير عليك، يعني بمعنى اصح. قلت لها ايوه يا امي، بس انا ما قصرتش معاها في حاجه، وهي اللي طلبت كده من الاول وقالت ان احنا جوازنا على ورق. قالت لي ماشي يا ابني، ما هي لما شافت بقى الوضع وكده بدأت تغير يعني. قلت لها بس انا اعمل ايه دلوقتي؟ حتى لو هي زي ما انتي بتقولي وليها حقوق وعايزاها مثلا، انا هعمل ده ازاي؟ مراتي اللي انا اتجوزتها دي ومفهمها ان انا متجوز مرات اخويا على ورق بس، هفهمها ازاي الوضع الجديد ده؟ قالت لي لا، ما انت لازم تفهم مراتك برضو الوضع الجديد وتعدل ما بينهم كمان. طلعت لمراتي وحكيت لها كل حاجه، لقيتها غيرانه جدا ومتضايقه، وقالت لي انت مش قلتلي ان انتوا متجوزين على ورق وبس؟ وهي متفقه معاك على كده من الاول؟ انت مجرد اب لولاد اخوك اللي هم ولادها يعني، وان هي مش عايزه منك اي حاجه يعني. جاي دلوقتي تقول الكلام ده ليه؟ وجاي دلوقتي هي عايزه الكلام ده ليه؟ ولقيتها طبعا زعلانه وعماله تقولي انا قلت لك ان انا هساعدك في تربيه ولاد اخوك، لكن مرات اخوك احنا ملناش دعوه بيها، انت مالكش دعوه بيها، انت متجوزها على ورق، يبقى تفضل جوازتكم على ورق زي ما انت فهمتني في الاول. انا ما عنديش اي استعداد ان انا يكون ليا ضر او الكلام ده. وهي الموضوع ده افلام الاول، ليه دلوقتي بقى حلو؟ ومن هنا بدأت المشاكل تزيد، والمشاكل بدأت تكبر لغاية ما انا زهقت وكرهت نفسي. قلت انا يا ريتني لا كنت اتجوزت ولا كنت عملت اي حاجة من الحاجات دي،
ولا اتجوزت دي ولا اتجوزت دي. وبدأت ابقى مقصر تاني مع مرات اخويا. لقيتها بترن عليا وبتسألني ما نزلتش ليه. قلت لها عادي يعني مشغول شوية. قالت لي طب ما سألتش حتى على ولاد اخوك ليه اللي انت حطيتهم في رقبتك من يوم ما اتجوزتني، واتجوزتني يعتبر عشانهم. قلت لها خلاص انا نازلك دلوقتي. طبعا قلت لمراتي ان انا هنزل اجيب حاجة من تحت واقعد شوية يعني مع اصحابي على القهوة وكده، وكنت بتسحب كده شبه الحرامية عشان انزل بس شقة مراتي التانية اللي هي مرات اخويا. وفعلا نزلت وقلت لها ان انا جيتلك اهو زي ما انت عايزة. قلت لها انا جيت زي ما انت عايزة، قوليلي بقى خير ايه اللي مزعلك. قالت لي انت مقصر معايا، ولا بتسأل عليا ولا عيال اخوك. طب انت ما بتسألش عليا انا عشان مثلا مراتك غيرانة مني، طب عيال اخوك غيرانة منهم كمان. قلت لها انا خلاص يا ستي اديني جيت اهو وقعدت واتكلم معاكي. قالت لي انا عايزه اقعد معاك واتكلم معاك زي زوج وزوجه، وعايزه كل حقوقي. المهم قعدت معاها شويه، قلت اخدها على قد عقلها واقعد كده معاها شويه. لقيتها بقى متزوقه ولابسه، وطبعا انا ضعفت وقتها. وبعد ما ضعفت فضلنا قاعدين مع بعض شويه لغايه ما تمت. وبعد كده اتفقت معاها اتفاق ان انا هروح لها كده كل يوم يعني من ورا مراتي. طبعا انا بروح لها كده سرقة من ورا مراتي اصلا، لان هي مراتي التانية ما تعرفش ان انا اصلا في الوقت ده كنت عندها. قلت لها خلاص انت دلوقتي ليكي عندي حقوق، وانا يعلم ربنا مش عايزة اقصر معاكي في حاجة، وانت بقيتي مراتي قدام ربنا، ومادام احنا اخدنا على بعض هيبقى ليكي يوم وهي كمان يوم، وهجيلك من وراها عشان انا مش عايز مشاكل ومش عايز وجع دماغ، وانا ما بحبش النكد ولا المشاكل، وعشان خاطري ما تحاوليش تبيني ليها اي حاجة يعني، عشان مش عايزها الغيرة تبان عندها وتبتدي بقى تعمل مشاكل معايا وكده. وعشان كمان انا كنت مفهمها ان الوضع غير كده خالص، انا كنت مفهمها ان كل حاجة ماشية ما بيننا رسمي. وبعد كده طلعت فوق على شقتي. طبعا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ما بينش اي حاجة قدام مراتي، وبدأت ان انا كل يوم والتاني كده انزل لمراتي التانية اللي هي مراتي. في اوقات بقى لما كنت منزل بيت العيلة عند امي وابويا تحت، وكنا كلنا بنبقوا متجمعين، كنت بلاقي مرات اخويا كده من تحت لتحت كده من بعيد لبعيد تبصلي، بس عينها بيكون كلها نظرات حب وعشق كده ورومانسية. ما انا عادي جوزها وحلالها يعني، وبقينا يعتبر كده زي ما نكون بنعاكس بعض في السر، وكسرنا كل الحواجز اللي كانت بينا. وبدأت مراتي تحس ان في حاجة غريبة، بدأت تشك وتغير من النظرات اللي كانت بتشوفها في مرات اخويا ليا اللي هي مراتي التانية. لحد ما في يوم حصلت الكارثة، وانا نازل كده وبتسحب زي الحرامية من ورا مراتي ورايح لمراتي التانية، واتفاجئت ولقيت مراتي طبعا كانت شاكة في كل حاجة، وكانت بتراقبني من ساعة ما شافتنا بنبص لبعض. وانا قلت لها في الوقت ده ان انا هنزل اروح شوية مع اصحابي يعني على القهوة وكده ونسهر مع بعض يعني. ساعتها قالت لي زي ما انت عايز، وفضلت تراقبني. ونزلت فعلا واتسحبت زي الحرامية زي ما قلت لكم، ورحت داخل على شقتي اللي هي تحت، ودخلت عند مراتي زي ما احنا متفقين انا وهي. وكل شوية كده كنت ببقى متوتر وحاسس ان في حاجة هتحصل، بس ما كنتش متأكد ان في حاجة فعلا هتحصل، هو كان مجرد احساس. هو اللي بيبقى بيعمل حاجة كده وهو متوتر بيحس ان في حاجة هتحصل. وشوية كده ولقيت الباب بيخبط، وطبعا انا كنت عامل زي الحرامية، رحت ورا الباب واتدريت واستخبيت كده، ولقيت مراتي داخلة. ولقيتها بتقول لمرات اخويا اللي هي مراتي جوزي فين، انا شايفاه دلوقتي وهو داخل عندك. قالت لها انتي بتتكلمي كده ليه، عيب، انا برضو مراته على فكرة، ما ينفعش اللي انتي بتتعمليه ده ولا بتتكلمي بيه، وما ينفعش الاسلوب بتاعك ده نهائي. قالت لها بس هو فعلا هنا. قالت لها هو فعلا كان موجود وموجود مازال بيسأل على ولاد اخوه ويلعب معاهم شوية، فيها مشكلة؟ هو مش حقه برضو، وده حقهم عليه ان هو يقعد معاهم ويزورهم وياخد يعني يعوضهم حنان ابوهم.
لقيتها بتقول لمراتي بتقول لها هو فين جوزي، انا عايزه اعرف دلوقتي هو فين. طبعا لقيتها دخلت بكل جراءة وقعدت تفتش في اوضه النوم، ولقيتني لابس هدوم البيت يعني، ومستخبي ورا الباب. هنا بقى حصلت الكارثه، وراحت قايلة لي طلقني، انا مش هعيش معاك في البيت ده تاني، انا مش عايزه اعيش معاك تاني، انا جيت هنا عشان مش يبقى ليا ضرة، وانت فهمتني ان هي مجرد مرات اخوك وبتربي عيال اخوك. في اللحظة دي طلبت الطلاق وقالت ان هي مش قاعدة هنا تاني، وفعلا طلعت لمت هدومها واخدت بعضها وراحت على بيت اهلها. رحت بعدها تاني يوم، قلت اسيبها النهاردة تهدى، ورحت وراها تاني يوم على اساس ان انا صالحها وارجعها البيت، بس للأسف رفضت رفض تام، وقعدت تقولي يا انا يا هي، يا تكمل معايا يا تكمل معاها. قلت لها انا قلتلك ان انا متجوزة عشان خاطر العيال. قالت لي خلاص يبقى هي تبقى في حالها واحنا في حالنا، واللي ليك عندها عيال اخوك بس مش اكتر. وفضلت مصممة على رأيها ده. جبت لها ناس كتيرة تحاول تصلح ما بيننا وتحل الموضوع، بابايا راح وخد معاه عمامي وخد ناس كتيرة كبيرة من العيلة على اساس يصلحوا ما بيننا الموضوع، بس للأسف برضو الموضوع فاشل وما حصلش نصيب، ومش عايزة تتصالح ولا ترجع. وفي نفس الوقت انا كمان بحب مرات اخويا جدا ومش هقدر استغنى عنها، اللي هي مراتي الاولى، مش هقدر استغنى عنها ولا هقدر ابعد عنها، وارتبطت بيها جدا وتعلقت بيها جدا. وهي كمان مراتي التانية بحبها جدا ومش هقدر برضو استغنى عنها. انا مش عارف دلوقتي اعمل ايه، هو صالح مراتي دي ازاي وارجعها تاني ازاي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات وقولولي اعمل ايه. ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش دعمكم اللي بيفرق معايا جدا، اللايك وسبسكرايب للقناة، وشيروا الفيديوهات مع اصدقائكم وحبايبكم عشان قناتكم تكبر بيكم. اشوفكم على خير في قصة جديدة. باي باي.